ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. سلام، وش حوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا هنيين ومتهنين وتكونوا بصحتكم، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. الفيديو تاع اليوم راح تكون نهار معايا، نهار كنت صايمة وش درت وش طيبت. وبديتكم أول حاجة بالقلب اللوز اللي وجدته هاد لاغوسات، قلت لهم ارقدوا كل وغطيو بنينه ويجي صح كيتا بكري اللي كنا ناكلوه بكري. كنت ناكل انايا قلب اللوز في الجي في العاصمه، فريمون حاجه بنينه ياسر، ما فيه ني حليب، ما فيه ني زيت ني ياغورت ناتور ني والو، غير بالزبده. روعه روعه روعه. لي زانغريديون راح يجيو مكتوبين، راح تلقاوهم مكتوبين في الاول تاع لاغوسات. نحطوا اول حاجه نبلوا دقيق مع الزبده وزوز مغارف تاع الماء زهر، نخلطوهم شويه برك كيما راكم تشوفوا، نبسسوهم شغل شويه، ومن بعد نغطيهم ونساوهم لمده 4 ساعات ولا 5 ساعات. انا بليت من صباح على 8 وجويه 12 هكاكا باش بديت نخدم فيه. هكا غطيته ونسيت عليه خلا، رحت نخدم في خدمتي. رحت هنا بديت وجدت شربات طيبتها باش تبرد لي. انا خدمت هنا بالكاس تاع 200 مليلتر، درت 2 كيسان تاع سكر، شفتوني ما عمرتهمش بزاف للفم، وربع كيسان تاع الماء، ونحطوا لهم طرونشة تاع قارص ونحطوهم على النار يغليو. وكي تبدا تغلي نحسبوا لها 20 دقيقه، ومن بعد نطفيو عليها. هنا بعد ما عدات 20 دقيقه راح نطفي عليها ونزيدوا لها نص فنجال تاع تاي ما زهر، نص فنجال تاع تاي، هذاك هو كاس تاي اللي كيلت بيه هنايا، ونخليوها تبرد بجيه. رحت غسلت شويه تماعن، وكنت هنا بعد الفطور تاعي راهو كان قاعد يطيب، طيبت مني طيبت لهم الغداء وانا نفطر به، درت لهم طاجين جبن تاع دجاج، غسلت شويه معن وخرجت قضيت بديتكم معايا. وبعد ما روحت كيما شفتوا رحت باش نشري الزنجبيل، يعني انا وليت جبت معايا شوي حوايج هكا للدار. كي وصلت وجدت طول طاجين جبن هذاك، حطيت له الفرماج باش نحطه يطيب في الفور. لاغوسات دوك نحطها لكم في اللينفو بوكس، راني درتو معاكم حتى دا وعندي في لاشين نورمالمون. وراح ندير لهم معاه انا دي كروكات اللي شريتهم معاكم اللي شفتوهم، نحطوهم يطيبوا في الفور بعد واجدين. ورحت للقلب اللوز تاعي، لقيته سي بون، عداو عليه هذوك ما قلت لكم 8 هذه جويه 12 هذه الحكايه. تحطوا له دركا فنجال تاع تاي كيما شفتوني، فنجال تاع تاي نحطوه له ونحطوه في البيتخان، ونحطوا له الكا هذه تحركوا وتنساو عليه، روحوا خليوه ما تزربولوش. حطوا له فيتاس ناقصه وخليوه يبقى يدور كيما هكا، لازمته يتعجن كيما هكا قلب اللوز. شوفوا كيفاه بدا لهنايا او مازال شويه، دوك نعتلكم وقتها لازمكم تحبسوا. لا غوسات هذه راني شفتها على واحد القناه، ولا هي جزائريه وعايشه في كندا. الحق انا من بكري نتبعها وتعجبني ياسر. هي فاطمه كويزين، راه معدو نعتوها حتى في سميره تي في، يعني نورمالمون راهي معروفه. شفتوا كيفاه ولا يولي كي شغل مبلول، يولي شغل معجون، شغل تعجن وسيبا.
المول تاعي دهنته بالزبده ونقسموا العجين على زوز، نحطوا طرف كيما انا هكا من تحت. هذه الفكره درتها انا، يعني مشتاش على فاطمه كويزين، درتها واحد اللمسه تاعي لازم نحطها في اي غازات كيما تعرفوني. وهدايا هنا عندي شويه لوز رحيته، كانوا معاه كعيبات تاع جوز برك، ما درت له والو وما حمصته ما والو، وحطيت له شويه تاع الكاكاو ورشه خفيفه خلاه تاع القرفه. الكاكاو باش يمدلنا هذيك لاكولور كي نعودو نقصو فيه يبان الحشو من الداخل. كما قلت لكم العجينه قسمناها على زوز. بعد ما دهنا المول بالزبده نحطوا الطبقه الاولى ونحطوا من الداخل الحشو ونحطوا الطبقه الثانيه. الطريقه دي راح تخليكم تقدروا تقرصوه وتجي الحشو في البلايص كل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. ومن بعد نقرصوه نورمال كيما هكا ونليسيوه مليح، ليسيتو انايا بالكوبات. حبيت نقول لكم حاجه، لكن كنتوا قاعدين تقرصوا فيها الخبزه تاعكم هذيك وجيتوه يلصق في يديكم بزاف، ديروا شويه برك تاع زيت، قطيره تاع زيت في يديكم وقرصوا بالعقيله بالعقيله، ما تكتروش نيتشا برك باش تقدروا تخدموها مليح. ومن بعد كي تليسيوها بالكوبات راح يتدرج كلش. ونحكموا الموس تاعنا ونعينوا برك هكا، ما تدخلوش ما تقصوش، يعني نوهيو برك بالموس شويه هكا من الفوق باش نديروا بلاصه الكعبات اللي نحطوا فيه اللوز. بعد ما حطيت له اللوز، الفور تاعي كيما على بالك راني حطيت فيه الطاجين هذاك يطيب، طاجين جبن بالدجاج حطيته يطيب. دوك نستنى حتى يطيب طاجين جبن باه نحط القلب اللوز. الشربات تاعنا راهم باردين، انا طيبتهم الصباح شربات كيما بليتو، بعد طيبت الشربات. يبقى لي غير نستنى نكمل الغداء باش كيجيو يلقاوه واجد ونحط القلب اللوز تاعي طيب. هاو الطاجين تاعي هنا بعد ما طاب وتحمر الله يبارك، شوفوا جا ما شاء الله. دوك نحط لكم لاغوسات كما قلت لكم في الانفو بوكس. وبعد ما حطيت بعد ما طاب هذا الطاجين الدجاج ولا الطاجين جبن بالدجاج، راح نحط لي كروكيت انا يطيبوا، خاطر هنا راه وصل وقت الغداء، وصل الوقت اللي يدخلوا فيه البنات والزوجة الكريم من الدار. باه ما تجيهمش الماكله دي ناشفه، درت لهم كريمه بالفرماج. حطيت 200 مليلتر تاع الكريمه السائله تسخن مليح مع شويه ملح وفلفل، حطيت عليه شويه فلفل ابيض. ومن بعد ما حسيتها كي شغل سخنت زدت لها 100 غرام تاع فرماج، نتوما ديروا اي نوع فرماج عندكم. والملح ما تكتروش خاطر الفرماج كيما على بالكم مالح، غير لكن عدتوا على بالكم باللي الفرماج تاعكم ما فيش الملح بزاف، حطوا شويه تاع ملح بزياده. هنا كي حطيت الفرماج اختارت لي بزاف، بقيت نحل فيها بشويه تاع حليب باه تولي جاريه. وزدت لها على الاخر رشه تاع فلفل اكحل كيما راكم تشوفوا. وكانت هذه الكريمه، وكان هذا هو غدايا طاجين دجاج مع لي كروكات تاع البطاطا وهاد الكريمه البنينه. القلب اللوز حطيته طاب في الفور على 200 درجة، شعلته من فوق ومن تحت. والفور تاعي فيه الفونتيلاتور لازم تخليوه يحمار كيما تاعي، كي حمار مليح كي شغل راح يتحرق، بصح ما راهوش محروق، لازم يتحمر مليح قلب اللوز باش يجيكم بنين. ومن بعد ما يخرج من الفور كيما راكم تشوفوا فيه، شوفوا الله يبارك كيف تعرفوه باللي مليح قلب اللوز، كي تبداو تقصوا فيه تلقاوه طري ما تلقاوهش يابس بزاف. هنايا قصيته بعد ما خرج من الفور نقصه ونحط له شربات تكون بارده، الشربات اللي طيبتها معاكم. كي تحطوا الشربات راح يبدا يشرب، حطوا على دفعات شربات ما تصبوهاش كامله، صبوا الشربات وبقاو سناوه حتى يشرب. كل ما يشرب شوفوا الله يبارك كيف قاعد يشرب، هنا تعرفوا باللي قلب اللوز تاعكم راهو ناجح. صدقوني لا غوسيتا دي يعني يعطيها الصحه فاطمه كويزين، يعني قالش طلياني مي ديسبياشي اللي ماهيش معروفه بزاف هي مش معروفه في اليوتيوب، هي معروفه بصح حقها ما داتوش، خاطر كيما على بالكم درك الوقت اللي وصلنا ليه عاد التفاهه هي اللي تتشجع، عادوا الحوايج الدم اللي يستفادوا منهم الناس ما يتشجعوهمش. الله المستعان وفرات. شفتوا كيفاه قلب اللوز تعرفوه باللي خلاص ما عادش يحتاج الشربات، كي تمسوه تلقاو كي شغل فيه الماء تما تحبسوا. الفور كان طافي رجعته للفور وخليته يشرب مليح.
وقبل ما نروح نفطر رحت سحر لي التمرينات مع بنتي، خاطر انا كي نفطر راني ندوخ نعود ما نشوفش خلاص. وبعد ما كملنا التمرينات رحت وجدت الطابله تاعي. هذه لاسوب كانت عندي في الفريجيدار، درت شويه تاع سلطه. لاسوب اللي درتها البارح، وهابطه جين جبن ولي كروكيت وليك لاصوص. واللهم أدمها نعمة واحفظها من زوال، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب إن شاء الله. قولوا آمين. وهذا هنا قلب اللوز قصيته حتى الغدوة صباح، راني حطيته لكم دركا خاطر حبيت نكمل لكم الفيديو بالقهوة تاعي بعد ما فطرت. بصح قلت خلي باش يجي الفيديو كامل مع بعضه. هذا قلب اللوز خليته بات ليلة كاملة. انا الحق كي كنت راح نشرب القهوة تاعي تبع الفطور هذيك ما قدرتش نصبر، نحيت طرف كليته عجبني مع انه ما كانش حاكم روحه. حتى الغدوه صباح حطيته في الفريجيدار، شوفوا الله يبارك كيفاه يجي طري ويحكم روحه وتجي الكعبه مقدوده، الحشو هذاك من الاخر يهبل يهبل. ان شاء الله هتجربوه، صدقوني جربوه ما راكمش رايحين تندموا. هذه هي القهوه اللي طيبتها بعد الفطور تاعي، وبهيك نقول لكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الروتين تاع اليوم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايكات بزاف باش تشجعوني نمدلكم اكثر، وتهلاو في رواحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. انا نقول لكم قبل خير تشاو تشاو. أنا بخير، بخير لأني لم أعد أهتم لكلام من هم حولي، لم أعد أصغي لآرائهم، لم أعد آبه بإرضاء الناس أبدا، ولم أعد ألتفت إلى إسعادهم على حساب سعادتي، وأصبحت أعطي الفرص لنفسي بدلا من أن أهدرها لغيري. أنا بخير لأني أملك قوة قادرة على التقدم حتى وإن كسرت، غدرا، خيبة أم خيانة، لأني عرفت أن الناس كالكتب، فلم أعد أغتر بالعناوين قبل أن أقلب الصفحات، ولم أعد أعقد آمالا على أحد، فأنا صديق نفسي وعكازه. أنا بخير لأني بت أعرف كيف ألملم ذاتي بعد أن تبعثرها العقبات، وأن أقوم من جديد مستندا على نفسي.